سلام. في الحلقة الماضية سمعنا الجزء الأول من قصتي مع روح أطولاي، وسمعنا الأحداث كيفاش بدات بالتفاصيل وكيفاش بدات كتطور تدريجيا. نهاية الجزء الأول خليناها من بعد ما حصلنا أنا وولد خالتي على الشروط اللي خبرنا بها حسام المصري باش تساعدنا في استحضار الأرواح. المهم جيت في هذه الحلقة تاع اليوم باش نكمل لكم الجزء الثاني ونتعرفوا جميع على شنو غادي يصير من بعد ما الأحداث بدات كتزيد وكتعقد. عزيزي المستمع، مالك غير تجلس بشي مكان يكون هادئ واستمتع معايا بالجزء الثاني في هذه الحلقة. وقبل ما نبدا، اللي مازال ما اشتركش عندي في القناة نتمنى يشترك ويعمل لايك وبارطاج باش نزيدو نوسعوا هذه القناة المتواضعة على بركة الله. هضرت ديك الليلة مع حسام المصري في سكايب، غير قلت له انني غادي نجربوا ديك الطريقة اللي تحضير الارواح وهو يتخلع. ما فهمش كيفاش دبرنا على الشمع وقطعة الثوب اللي قال لينا بديك السرعة، حتى عاودت لي على قصة لاكاب عاد باش فهم. شافنا مصرين وعطانا نصيحة وحدة باللهجة المصرية، وهي باش ختمنا الحوار ديالنا. قال بهاد العبارة: إذا شدتوا حاجة غريبة تظهر قدامكم ما تهربوش، ده ممكن يبقى تابعكم طول حياتكم. أنا بحذركم ابقوا مجتمعين حتى يروح. سمعنا النصيحة ديالو ومشينا للطبلة ووجدنا كل شيء. حطينا الشمعة في الوسط وقطعة الثوب وحتى التوراة ديال اليهود، وحيت انا وخويا داكشي اللي لابسين من الفوق كما قال لنا حسام بالضبط. وجلسنا كنتسناو 12 ديال الليل غير باش توصل باش نبداو. ديك المدة اللي بقينا كنتسناو فيها بقيت كنوصيهم ونعاود باش اثناء الجلسة ما نضحكوش، والاكثر من هذا انه الا بانت لينا شي حاجة ما نهربوش ونبقاو جالسين مجموعين. هكذا كان كيسحب لينا غادي نديرو. فاش وصلت 12 ديال الليل بدا كلشي كيشوف في الاخر. طفينا الضواو كاملين وشعلنا الشمعة، تشدينا بليدين وطلبنا من خويا ايوب انه يبدا يقرا دوك الطلاسم اللي لقينا في داك الكتاب. كنا خايفين ومخلوعين الا ولد خالتي اسامه اللي مره كيضحك وما قدرش يحبس الضحكه. بقى خويا كيحاول يستدعي روح اطولاي باش تحضر، وبقى كيردد واحد العباره: يا ايتها الروح ان كنت هنا اعطينا اشاره، يا ايتها الروح لقد جئنا لك بهدايه من الحياه الى الموت. شحال هو كيعاود نفس العباره وحتى حاجه ما بانت، حتى بدينا كنفقدوا الامل ونقولوا ان هادشي محال واش غادي يصدق. حتى تفكر ولد خالتي الاخر موعد واحد العباره اخرى نسيناها وبدا كيرددها: بحق ما طه كا بحق اطولاي. غير قال اطولاي للمره الثالثه وحنا نسمعوا بحال شي حاجه طرطقات، ما عرفناش فين بالضبط. وبدينا كنتلفتوا شويه هو يتحل الباب ديال الحمام بحال شي حد اللي جرب واخا انه كان خاوي، وبداو الاضواء كيطفاو ويشعلوا غير بوحدهم. كلشي تخلع وناض من بلاصتو وبقى يشوف في الجهه ديال الباب. بان لينا بحال شي حد مغطي بزيف شفاف كامل وكيبين داكشي اللي من موراه وجاي كيتمشى لجهتنا. في ديك اللحظه كلشي نسى داكشي اللي وصانا عليه المصري حسام، وهربنا دخلنا للبيت وسدينا علينا. كلشي كان مخلوع، كاين فينا اللي كيغوت وكاين فينا اللي تصدم وما قدرش باقي يهضر. اما اسامه اللي كان كيضحك فاش كنا جالسين مازال في الطبله ولا دابا كيبكي والعرق نازل ليه من جبهته. فاش تفكرنا النصيحه ديال حسام كان ديك الساعه فات الفوت. الاغلبيه ديالنا ما كانش كيامن بعالم الماورائيات، كلشي داكشي درناه غير من اجل المتعه وندوزو وقت وصافي. اما دابا والخلعه شادانا ما عرفنا مازال ما نديرو. مشيت غير الجهه ديال الباب واخا ما كنتش باغي نحلو، بدا كلشي كيغوت. ديك الليله كامله بقينا في داك البيت حتى حد فينا ما قدر يخرج، وكل واحد بدا كيلوم في الاخر انه هو السبب في هادشي اللي وقع. ويا ريت الامور كون وقفات عند حدها. داكشي اللي وقع من بعد كان خايب وصعيب بزاف، وعليا انا بالخصوص. الغد لي ولاد خالتي قرروا انهم يرجعوا في حالهم الاكادير، وحتى خوتي غادي يمشيو معاهم. اما انا كنت ملزم انني نبقى في مراكش باش نوجد المباراه وولوج سلك الماستر اللي قرب الموعد ديالو. من بعد ما مشاو اضطريت انني نعس بيتي بوحدي ديك الليله. حاولت انني نطرد داكشي اللي شفت البارح من الذاكره ديالي ونرجع لحياتي الطبيعيه، ولكن ما قدرتش. ديك الليله كان صاد بزاف مراكش وما قدرتش ننعس، وحتى من الكليماتيزور مازال ما ركبناش في بيتي. مشيت حليت الباب ديال البالكون باش يدخل شويه ديال البرد للبيت، ورجعت لبلاصتي باش نحاول ننعس. وفعلا بديت كنحس بالنعاس كيديني، وخصوصا وانني ما نعستش ديك الليله اللي من قبل. ما عرفتش بالضبط شحال داز ديال الوقت تقريبا وانا ناعس، حتى فيقني الصوت ديال الباب ديال البالكون اللي تردخ بالجهد كما سمعتو. نط مفزوع من بلاصتي وكنقول في نفسي انا ريش هادشي. في الاول قلت واقيلا الريح اللي دارت هكا. مشيت عاوتاني حليته وخرجت للبالكون، طليت على الجرده وشفت شي حاجه صدمتني وخلاتني مسمر في بلاصتي. شفت البولات ديال الجرده كيطفاو شالو غير بوحدهم.
هبطت عيني للجهه ديال لابيسين، بانت ليا ديك البقعه الحمراء اللي كانت وسط منه غادي وكتكبر وكيخرج منها شي حاجه حمراء كتبان بحال الدم. في ديك اللحظه تفكرت النصيحه ديال حسام المصري، قال لنا باللي اطولاي الا تخلعتو وهربتو منه يقدر يبقى تابعكم ديما. ما بقيتش عارف اش غادي ندير ديك اللحظه، كنت باغي نحل الباب ديال البيت ونهرب نهبط لتحت، ولكن رجليا حسيت بهم بحال فشلوا عليا، وحتى الشجاعه انني نحل الباب ونخرج منه ما بقاتش عندي. كنت كنتخيل انني غادي نحل الباب وغادي نلقى اطولاي واقف كيتسناني. جلست في الارض وبقيت كنبكي، وهذه ازيد من 10 سنين ما بقيت بكيت. بقيت كنلوم في راسي ونهضر اش داني انا كاع لهادشي كامل. اش كان راسي تيقول لي فاش وافقت انني نجلس فوق الطبله مع دوك القماقم ديال خوتي وولاد خالتي. بقيت كنقول سمياتهم واحد بواحد وكنسب فيهم، حتى بان لي التليفون اللي كنت حاطو كيتشارجا شعل وبدا كيصوني. اواه شكون هذا اللي كيعيط ليا في هاد الساعه؟ مشيت كنجري للتليفون وبغيت يكون اي شخص، المهم نهضر معاه وما نبقاش هكا مخلوع. غير هزيت التليفون وهي تقطع المكالمه. بغيت نشوف شكون اللي معيط، ما لقيت حتى نمره في اللائحه، وهذا الشيء اللي زاد خلعني وحسيت بلساني رقد عليا. رجعت لبلاصتي وبقيت فيها حتى طلع النهار. تشجعت ونطليت من البالكون على لابيسين. ما بقاش فيه داكشي اللي كان البارح. حسيت براسي فيا السخفه والجوع، خصوصا وانني ما نعست 2 ديال الليالي متابعين وما قدرتش مازال نزيد نصبر. حليت الباب، بان ليا الضو ديال النهار والجو ما بقاش كيخلع كما كان في الليل. نزلت فطرت وهو يعيط ليا صاحبي امين اللي كيقرا معايا، واقترح عليا اننا نوجدوا المباراه الماستر بجوج. امين اللي غادي يطرى ليا معاه داك النهار واحد الموقف اللي صعيب بزاف ويخليني نكره ديك الفيلا اكثر من اللي كنكرهها دابا. اقترح عليا امين اللي كيسكن في حي تارقه اللي قريب لحي صوفيا فين كنسكن، انني نجي عنده للفيلا ونبقى معاه واحد المده باش نبقاو نراجعوا مجموعين، خاصه بجوج حنا عندنا امتحان الاول السلك الماستر اللي غادي يكون من هنا شي شهرين. بصراحه عجبتني الفكره، خصوصا انني غادي نبعد من اجواء الرعب والخلعه اللي عشتها في الفيلا المشؤومه. ولكن في نفس الوقت ما نقدرش نخلي الوالده ديالي بوحدها، خصوصا وان الضياف مازال كيجيو يباركوا لينا السكن الجديد، وخوتي مشاو كلهم مسافرين لاكادير وما كاينش اللي تسخر للدار، وحتى من الوالد ديالي تيبقى حاضي القهوه ديالو قليل فاش كيجي. اعتذرت لامين وطلبت منه انه هو اللي يجي عندي يجلس معايا هاد الايامات منا باش نراجعوا مجموعين، وهو يعقب وافق. طلب مني باش ندوز عنده الفيلا بالطوموبيل نجيبو، لان الطوموبيل ديالو خاسره، ولكن قلت ليه ان الوالد باع الطوموبيل ديالو وحتى الطوموبيله ديال الوالده ولا كيستعملها في التنقلات ديالو. طلب مني انني نعت ليه شي بلاصه قريبه ومعروفه فين نتلاقاو، لانه ما عارفش فين كنسكن بالضبط، وطلب مني باش نتسناه تما مع الساعه 5 لانه غادي يجي مع الوالد ديالو يوصلو بطوموبيلته. وداكشي اللي كان. فاش قربات ال5 خرجت وبقيت كنتسناه فين اتفقنا. دازت 5 ديال الدقائق وهو يبان ليا جاي هو والوالد ديالو. سلمت عليهم وطلعت للور باش نوريهم الفيلا. بانت ليا الفيلا من بعيد، ولكن غير فاش شيرت عليها بصبعي باش نوريها ليهم هو يتلفت ليا الاب ديال امين اللي هو وسيط عقاري كبير في مراكش. شاف فيا بواحد النوع ديال الدهشه وسولني، قال لي واش هنا فين ساكنين ولدي؟ جاوبته قلت لي هنا فين ساكنين عمي. علاش؟ سولني تاني، شحال وانتم ساكنين فيها؟ جاوبته غير هاد الايامات باش جينا ليها. علاش؟ لكن ما جاوبنيش وبقى ساكت. سلمنا على الاب ديال امين اللي مشى بالطوموبيل، ونزلت انا وامين اللي كان هاز صاك كبير في يديه. طلعنا مباشره للبيت ديالي، طلبت منه باش يتسناني نجيبو شي حاجه ناكلوها هي الاولى. نزلت جبت العصير وشي حلويات وجلسنا كنوجدوا في البرنامج ديال المراجعه اللي غادي نتبعوه بجوج هاد الايام. وداكشي اللي كان وجدنا وقررنا باش نبداو التطبيق ديالو من غدا مع 7 ديال الصباح. بدا كيطيح الظلام واقترحت عليه نلعبوا شويه في البلاي ستيشن. بقينا شحال وحنا كنلعبوا حتى عيطت عليا الوالده في التليفون، طلبت مني ننزل عندها لتحت. نزلت عندها تسخرت ليها، وملي كنت طالع لفوق عند امين اللي لقيته في واحد الحاله خلعتني وكملات عليا الباقي اللي كان خاصني. غير دخلت للبيت بان ليا امين كيترعد وعينيه مقلوبين كيبان ليا فيهم غير الابيض، وراسو كيحركوا بواحد الطريقه بحال شي حد مريض بالصراحه. خلعني وما عرفت ما ندير. بديت كنغوت، مالك امين؟ مالكاش عندك؟ هضر معايا. وهو يدور وجهه لجهتي وعينيه مازال مقلوبين وبدا كيتمتم في الهضره. بيتك داركم بيتك عامر بهم. سولته والخلعه شاداني. باش عامر باش؟ جاوبني وهو كيحاول يشير للجهه ديال الطبله اللي كنا جالسين فيها انا وخوتي وولاد خالتي فاش درنا ديك الجلسه المشؤومه، وكيقول لي عامر بهم جالسين فوق الطبله كاملين. اليهود. حسيت بالصدمه فاش ذكر السيره ديال الطبله واليهود. ما قدرتش نشوف في الجهه اللي كينعت ليا،
حسيت بحال شي حد ورايا كيراقبني. بقيت مسمر في بلاصتي حتى سمعت الوالده وخالتي كيغوتوا دخلوا للبيت. اش كاين مالكم؟ شافوا امين بديك الحاله. عيطت على خو امين اللي كانت عندي نمرتو، طلب مني نحاول نهدئو حتى يجي هو والوالد ديالو. دازت 10 ديال الدقائق هو يجي الاخ ديال امين والابوين ديالو. غير دخلوا للبيت ديالي وبدا امين كيغوت: خرجوني من هنا، خرجوني من هنا، اليهود ها هما جايين كيخلعوني جالسين فوق الطبله كيشوفوا فيا. حاول الاخ والام ديال امين انهم يهدئوه، وبقيت انا واقف مع الاب ديالو اللي سولني واش الوالد ديالي كاين في الدار. قلت ليه لا مازال، هذه هي الوقيته اللي كيجي فيها. عطاني نمرتو وطلب مني نعطيها للوالد ديالي، واكد عليا نطلب منه باش يدوي معاه. سولت وياك لاباس عمي؟ بقى كيشوف فيا شحال وما جاوبنيش عاوتاني، ونزل هو وولادو ومرتو. الوالد جا معطل بزاف ديك الليله واخا ما مولفاش ليه. حكينا ليه على داكشي اللي وقع في العشيه وعطيتو الرقم ديال الاب تاع امين وطلبت منه انه باش يعيط ليه. شاف في الساعه وقال لي غدا في الصباح ندوز عندهم ونشوف صاحبك كيف بقى ونهضر مع الوالد ديالو نشوفوا اشنو بغاني. ديك الليله ما نعستش بيتي، نعست لتحت في الصالون ودرت السبه بان الصالون فيه الكليماتيزور ومبرد. واخا كنت مخلوع وشحال من سؤال كيدور ليا في راسي، غير حطيت راسي على المخده وانا نعس لانني كنت عيان بزاف وما نعستش 2 ليالي متابعين. داكشي اللي سمعنا الغد لي من عند الاب ديال امين زاد صدمنا وخلعنا كاملين. الغد لي في الصباح غير فطرنا، خرجت انا والوالد والوالده مشينا شفنا امين. الغريب في الامر ان امين ما بقى عاقل على والو من داكشي اللي وقع ليه البارح. جلسنا كنهضروا مع الام ديالو وقالت لينا باللي امين انه زهري من يديه وراسو، وانه ملي كان صغير هو كيشوف شي خيالات وشي حوايج ما كان حتى حد يقدر يشوفها، وكان تعرض لمحاوله الاختطاف من عصابه ديال التنقيب على الكنوز اللي كانوا كيخطفوا الزهريين وكيذبحوهم باش يخرجوا بهم الكنوز. الوالد كان جالس معنا وبالو مشطون. سول الام ديال امين على مول الدار، قالت لي انه خرج في الصباح للمكتب ديالو. سلمنا على امين اللي تحسنت الحاله ديالو بزاف واستأذنا منهم وخرجنا. فاش وصلنا للدار عيط الوالد للاب تاع امين ودار معاه في القهوه ديالنا في المحاميد بعد شي ساعه، وطلب مني باش نمشي معاه عوض ما نبقى جالس في الدار. جلست في القهوه اللي لقيناها عامره بالزبائن. فرحت بزاف لان المشروع ديال الوالد نجح. شديت قهوه والوالد بقى كيهضر مع الناس اللي خدامين في القهوه. دازت شي ربع ساعه ويبان لي الاب ديال امين وقف، جا وسلم على الوالد وجلسوا بوحدهم. ما كرهتش حتى انا نجلس معاهم ونسمع اش بغا يقول له، ولكن ما بغيتش نكون متطفل وخليتهم على راحتهم. ما داش الوقت بزاف حتى بان لي الاب ديال امين كيسلم على الوالد ديالي وتم راجع في حاله. مشيت عند الوالد اللي لقيته مهموم وكيخمم. سولته علاش، قال لي ما بغاش يجاوبني، ولكن استنتجت ان شي موضوع خطير هذا اللي هضروا عليه. رجعنا للدار ومشى دخل الوالد البيت ديالو وسد عليه، وحتى الغدا ما بغاش يتغدى. وانا جاني الفضول باش نعرف اش مخبي علينا الوالد. وليت كنتسائل واش هذا الموضوع عنده علاقه بداكشي اللي طرا لامين او عنده علاقه بالفيلا اللي شرينا ولا اشنو. بقيت كنفكر شحال ونحاول باش نسج الخيوط تاع هاد القصه. وفي هاد الاثناء جاني ميساج في الواتساب صيفطوا لي خويا ايوب وقال لي انهم شادين الطريق راجعين لمراكش مع ولاد خالتي وما بقى ليهم والو باش يوصلوا. تغديت ومشيت نرتاح شويه في الصالون لانني ما بقيتش قادر نطلع لبيتي الفوق من بعد داكشي اللي داز عليا. غير داتني الغمضه وانا نوض مفزوع، حسيت بقلبي بغى يسكت. فيقوني خوتي ولاد خالتي بغواتهم، جاو حتى لودني وبداو كيغوتوا اطولاي. طلع لي الدم ديك الساعه، ولكن قلت ما فيها باس مادام اننا غادي نتجمعوا ما غاديش نبقى نعيش الرعب والخوف غير بوحدي. غير جلسوا بقاو كيسولوني على اطولاي. عاودت لهم داكشي اللي وقع لي ديك الليله فاش بقيت بوحدي، وداكشي اللي وقع لامين البارح. كنت كنتسناهم يتخلعوا من ديك الهضره او ما يصدقونيش، لكن العكس تماما هو اللي حصل. بداو ينقزوا ويضحكوا متحمسين بزاف. ربطنا ديك الليله الاتصال مع حسام المصري في سكايب وعاودت ليه كاع داكشي اللي طرا بالتفصيل، وما بانش ليا انه مستغرب. قال لنا ان الامر كان متوقع وغادي يبقى ديما يوقع بحال هاد الحوادث في الفيلا الا ما عودناش درنا هذيك الجلسه وكملناها حتى للاخير. وطلب مني نصيفط ليه التتمه ديال كتاب روح اطولاي اللي لقينا في لاكاب باش يترجموا ويصيفطوا لينا نهار الجمعه، اي اليوم اللي خاص تكون فيه جلسه استحضار الارواح. خليت خوتي ولاد خالتي بوحدهم في البيت ومشيت جلست في الصالون باش ندوي مع امين نسول فيه كيف بقى. لقيته في الطوموبيل مع العائله ديالو، قال لي انه لا لاباس عليه بحال حتى شي حاجه ما وقعت. سولته واش كيعرف الموضوع اللي هضر فيه الوالد ديالو مع الوالد ديالي. جاوبني قال لي كنعرف، وقطع عليا. صيفط لي ميساج قال لي انه ما يقدرش يعاود ليا في التليفون وخصوصا انه مع العائله ديالو. طلبت منه باش يدوز عندي ولكن رفض، وطلب مني انا اللي ندوز عنده من هنا لشي 10 تاع الدقائق.
الطوموبيل مازال ما جابهاش الوالد باش ندوز عند امين، واخا المسافه ما بعيداش بزاف لكن كتكون الدنيا خاويه في الليل. طلبت من خوتي ولاد خالتي باش يمشيو معايا، ما بغاوش. قررت انني نمشي بوحدي برجليا. فاش وصلت عيطت لامين ونزل عندي، طلبت منه باش يعاود ليا كلشي وداكشي اللي كان. قال لي بلي ان الفيلا اللي شريناها كانت ملك العائله مغربيه يهوديه. قاطعته قلت لي هادي عارفه، وهما مشاو دابا لاسرائيل. جاوبني قال لي لا، حتى حد فيهم ما مشى لاسرائيل لانهم كلهم انتحروا في ديك الفيلا. غير سمعت هاد الهضره وهي تشدني التبوريشه. بقى امين كيعاود ليا ولكن انا ما بقيتش كنستوعب اش كان كيقول ليا. شحال وانا ساهي حتى انتبهت باللي امين مازال باقي كيهضر. قال لي باللي ان الاب ديالو بحكم انه وسيط عقاري عارف هاد القصه بالتفاصيل ديالها، وان ديك الفيلا شحال وهي مسدوده لان حتى حد ما بغى يشريها، وان دوك الناس اللي في كندا شراوها من احد الورثه بلا ما يعرفوا اش واقع فيها بالضبط، وفاش عرفوا باعوها لكم بداك الثمن اللي ما وصل حتى النص تاع الثمن ديالها الحقيقي. امين كيعاود ليا وانا كنحس بالارض تدور. سلمت عليه وقلت لي غادي نرجع في حالي. في الطريق بقيت غير كنفكر في هاد المصيبه اللي وقعت لينا، وفي عوض ما نكبر الخطوات ونوصل بالزربه للدار بقيت كنتمشى غير بشويه، حتى حسيت بحال شي حد ورايا تابعني. تلفت ما بان ليا حتى حد، الشانطي مظلم وخاوي وما فيه حتى شي حد، كاين غير الشجر في الجناب ديالي. بديت كنزرب في المشيه وانا كنسمع عاوتاني شي حد ورايا كيتمشى. تلفت وما يبانوا لي 4 ديال الناس لابسين مونطوات طوال وكيجريو لجهتي، وانا نقول اواه كاين اللي كيلبس المونطو فهاد الصهد. غير شفتهم وانا نبدا نجري، ما حسيت براسي حتى وصلت للباب ديال الفيلا. جبت السوارت من جيبي بالزربه وكنحاول نحل الباب وكنتلفت ورايا، لكن من الخلعه ما بقاش بيتحل ليا الباب. تلفت وهما يبانوا لي دوك 4 جايين لجيتي وحاضرين ريوسهم. في ديك اللحظه ما عرفت ما ندير، حتى من الساروت مع الخلعه ما بغاش يدور في الباب، وهما غاديين وكيقربوا ليا. خليت الساروت واحل في الباب وبديت كنجري، وهما تابعيني من اللور وكيضحكوا وكيعيطوا ليا بسميتي. استغربت وتلفت ليهم، لقيتهم غير خوتي وولاد خالتي كلهم جالسين في الارض وشادين كرشهم من كتر الضحك. في ديك اللحظه كنت مقلق اصلا وزادوا خلعوني دابا، ولكن واخا هادشي كامل بديت حتى انا كنضحك على راسي. قالوها ناس زمان كثرت الهم كتضحك. دخلنا وطلعنا للبيت ديالي. ما عرفتش واش نفتحهم بالسر اللي قال لي عليه امين ولا لا. قلت مع راسي غادي يعرفوه، وقررت انني نعاود ليهم كل شيء. انا كنعاود ليهم وما كيتصنتوا بتركيز وخوف، واستنتجنا في الاخير اننا حنا سبب هاد المشاكل كامله، حيت درنا جلسه تحضير الارواح بلا ما نعرفوا العواقب ديالها. ما داش بزاف تاع الوقت حتى صيفط لي حسام المصري ميساج في الفيسبوك، قال لي انه سال الترجمه ديال كتاب روح اطولاي، وان هادشي كامل اللي بان ليا ديك الليله وداكشي اللي شافو امين راه بصح ماشي خيال، لان ارواح دوك الناس اللي كانوا ساكنين في ديك الدار كيحاولوا يتواصلوا معنا، وربما بغا يقولوا لنا شي سر. غير قريت هادشي ما قدرتش مازال نزيد نكمل القرايه. عطيت التليفون لخويا اللي بدا كيقرا فيه بصوت مرتفع وكلشي كيسمع. كلشي شداتو الخلعه. ديك الليله حتى حد فينا ما ناس، غير كنسمعوا شي تقرقيب برا، كلشي كيبدا يقفز ويجري. ما عرفتش واش هذاك خوف ولا حماس ولا هما بجوج. المهم كنحسوا ان الادرينالين كيسري لينا في الدم، وكلشي كيتسنى غير امتى تجي الليله ديال الجمعه، لاننا قررنا نديرو جلسه تحضير الارواح مره اخرى. في ديك الايامات اللي من بعد وكيف ما توقعت من قبل، الوالد خبرنا بالسر وناض الصداع في الدار ما بينه وبين الوالده ولات بغات تخرج من الفيلا، ما بقاتش بغات تبقى فيها مازال، وبدات كتلوم الوالد لانه تسرع وشرا فيلا بلا ما يسول مزيان، واقترحت اننا نمشيو نكريو في شي بلاصه. اما الوالد ما بغاش يخرج منا وكيشوف بان الامر ما كيستحقش هادشي كامل. اما انا وخوتي واخا داكشي اللي طرا وداكشي اللي وقع ليا انا بالخصوص كنا كنفضلوا اننا نبقاو على الاقل حتى نشوفوا اش غادي يوقع من بعد ليله الجمعه. كان امين كيعيط ليا باش نجي عنده نراجع مجموعين لمباراه الماستر، ولكن ما بقاش عندي الخاطر المراجعه، غير كنحل شي كتاب كنسرح ونبدا نفكر في اطولاي وهاد المصيبه اللي ما بغات تسالي خلاص. كنت كنتمنى ان هادشي يكون غير حلم مفزع ونفيق منه، لكن للاسف هادشي كان حقيقه. وكل ساعه كتدوز كنزيد نتوتر لان ليله الجمعه كتقرب، وطيله ديك المده حتى حاجه غريبه ما بانت. كل شيء كان طبيعي، حتى من لابيسين هبطنا وعملنا فيه شحال من مره.
وديك البقعة الحمراء اللي في القاع ديالو باقية هي. الهضره ديالنا كامله انا وخوتي ولاد خالتي كانت غير على اطولاي وعلى ليله الجمعه اللي غادي نحضروه فيها. كل شيء كان عادي وطبيعي حتى لديك الليله. داك الرعب اللي عشناه في ليله الجمعه عمر شي حد فينا ما عاشو. واخيرا في الصباح ديال الجمعه فقنا من النعاس ونضنا. غير فطرنا قررنا نمشيو ندوزو النهار على برا ونجلسو في انتظار يري متى يجي الليل. دوزنا نهار زوين بزاف، وفاش قرب يطيح الظلام قررنا باش نرجعو ونديرو دوك التحضيرات في انتظار يجي منتصف الليل. غير حلينا الباب ديال الفيلا جانا الاستغراب والدهشه. ما فهمناش علاش الجو برا سخون ومزموت والحديقه بارده وطيح عليها بحال الضبابه. حتى من البولات اللي دايرين في الجناب ديال الحديقه كيطفاو وكيشعلوا كيما ديك الليله المرعبه اللي نعست فيها بوحدي في بيتي. فاش دخلنا لقينا ان خالتي عبله وبنتها مريم اللي ساكنين في مكناس جاو عندنا. سلمنا عليهم وجلسنا معاهم شويه حتى بداو ولاد خالتي كيغمزوا فيا بعينيهم زعما باش نوضوا. نضنا وطلعنا مباشره للبيت ديالي. جلست وشعلت البيسي وطليت على الفيسبوك لقيت حسام مخلي ليا ميساج طلب منا اننا ما نخافوش وما نهربوش واخا يطرى اللي بغى يطرى، لانه الا هربنا بحال ديك المره ما غاديش نبقاو نحسوا بالوجود ديال دوك الارواح اللي في الفيلا وغادي تبقى تابعانا فين ما مشينا وغادي نوليو نشوفهم حتى في الاحلام ومستحيل تصلح الامور من بعد. هادشي قريتو وعاودتو بصوت مسموع على خوتي وولاد خالتي واكدت عليهم وعاودت باش ما يهربوش. فاش وصلت 10:30 تاع الليل قررنا باش ننزلوا للاكاب باش نجيبوا الشمعه وقطعه الثوب اللي استعملناهم في المره الاولى. طلبت منهم يسبقوني لتحت وانا غير نسالي الهضره مع حسام المصري ونلحق عليهم. نزلوا كاملين وبقيت غير انا بوحدي في البيت. فاش تعطلت عليهم بداو كيعيطوا عليا. طليت عليهم من البالكون وسولتهم علاش ما نزلتوش للاكاب بوحدكم، ولكن ما بغاوش وطلبوا مني دابا ننزل عندهم باش نهبطوا مجموعين. غير خرجت من الباب ديال البيت وانا نسمع الباب ديال البالكون تردخ بالجهد بحال ديك المره. ما قدرتش مازال نتلفت مورايا. البيوت والدروج مطفي فيهم الضو غير انا بوحدي اللي كاين الفوق. بديت كنجري وننقص في الدروج حتى وصلت لعندهم سقفان كان لات. مازال الضو في الحديقه كيطفى ويشعل غير بوحدو. دخلنا للكراج وحاولنا نشعلوا الضو الساعه حتى هو ما بغاش يشعل، ولكن كان غادي يكون بزز منا باش نهبطوا للاكاب في الظلام بحال ديك المره. كلشي شداتو الخلعه ولكن ما كان عندنا ما نديرو ديك الساعه، يعني ما عندناش الحل. شعلنا الضو ديال التليفونات ديالنا ونزلنا مجموعين. مشينا مباشره للصندوق اللي كان فيه الشمع. الساعه لقينا الصندوق خاوي وحتى من الثوب الابيض المطرز ما لقيناش. كتر من نص ساعه وحنا كنقلبوا ما خلينا حتى بلاصه ما قلبناش فيها حتى عينا وقررنا نطلعوا نهضروا مع حسام المصري ونسولوا اش خاصنا نديرو. فاش طلعنا الصدمه كانت قويه وحتى حد فينا ما قدر يتحرك. لقينا الضو مطفي والشمعه شاعله فوق ديك الطبله اللي شاف فيها صاحبي امين ديك العائله اليهوديه جالسين، وحتى من الثوب المطرز اللي كنا كنقلبوا عليه لقينا مطوي محطوط فوق الطبله. ونفس الشيء بالنسبه للتورات. ما عرفنا مازال ما نديرو، ولكن طلبت منهم اننا نتشجعوا لا غادي توقع لينا شي حاجه اللي خايبه. شفنا شحال في الساعه لقينا ان منتصف الليل ما بقى ليه والو وقررنا اننا نجلسوا فوق الطبله حتى يجي الوقت. فاش وصلت 12 ديال الليل تشدينا باليدين وبدا خويا كيردد كما ديك المره: يا ايتها الروح ان كنت هنا اعطنا اشاره، يا ايتها الروح لقد جئنا لك بهدايه من الحياه الى الموت. وبعدها بدينا كنردوا كلنا بصوت مسموع: بحق ماه طاه 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 كاه 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 بحق اطولاي اطولاي اطولاي. في ديك اللحظه فاش قلنا اطولاي للمره الثالثه هو يتحل الباب اللي كنا سادينه باش حتى حد ما يسمعنا ولا يشوفنا. كلشي تلفت لجهته كيوجد راسو باش يتلقى الصدمه. ساعه ما كانت غير بنت خالتي مريم هي اللي حلات الباب وسولتنا اش كنديرو. في ديك اللحظه كلشي طلع عليه الدم وبقينا ساكتين وكنخنزروا فيها. غير تمشات 2 خطوات للقدام وهي طيح في الارض وبدات كتلوى غير بوحدها، والباب اللي كان محلول تسد غير بوحدو بشويه. كلشي تخلع وبدا كيشوف في الاخر والضواو بداو كيطفاو ويشعلوا غير بوحدهم. واحد ولد خالتي فاش شاف داكشي تصدم وبغى يهرب. الساعه شدينا وفكرناه في داكشي اللي اتفقنا عليه. بدات مريم كتقول شي حاجه غريبه والصوت ديالها غادي وكيتبدل كيولي بحال شي راجل.
عينيها بداو كيتقلبوا ويدوروا بحال داكشي اللي وقع لامين، وحتى من الشراجم بداو كيتردخوا كما سمعتوا دابا. مشينا هزيناها وجلسناها فوق الفوطوي وبدينا كنحاولوا نفيقوا فيها. ما عرفنا ما نديروا ديك الساعه، واش نحاولوا نفيقوا مريم ولا نعيطوا على مالين الدار في التحت ولا شنو غنديروا. بدينا كنسولوا في بعضياتنا حتى بدا ولد خالتي كيغوت وكيشيل الجهه ديال المرايه. مشينا كنجريو ولقينا حداها الشمعه اللي كانت فوق الطبله مشعوله والمرايه مضبه كامله ومكتوب فيها بعض الاحرف اللي ما مفهوماش. في ديك اللحظه شعلوا كاع البولات اللي كانوا طافين. تلفتنا لقينا مريم واقفه على رجليها وجايه لجيتنا كتسولنا. مازال ما قلتوش ليا اشنو كنتو كديروا. فهمنا ربما ان هذيك هي الرساله اللي حاولوا يوصلوها لينا، وهذا الشيء اللي تاكدنا منه فاش اتصلنا بحسام اللي حاول يعطي تفسير بان الارواح ديال دوك العائله اليهوديه بقات في ديك الفيلا ديك السنوات كامله، وكانت كتشعر بعدم الراحه فاش تيقولوا عليهم انهم انتحروا، وبينما الحقيقه انهم تقتلوا واننا غادي نرتاحوا منهم بمره. ديك الليله بقينا في البيت ما نعسناش حتى طلع الضو ديال النهار، عاد داتنا الغمضه. فاش فقنا لقينا كاع المكانات ديال الفيلا ساكتين وواقفين كلهم على الساعه 12، وحتى ديك البقعه الحمراء اللي كانت في لابيسين غبرات وما بقاتش. وعرفنا ديك الساعه ان ديك الارواح غاديه توفي بالوعد ديالها وتخلينا نعيشوا بسلام. وفعلا داكشي نيت اللي كان. اعزائي المستمعين، حلقه اليوم انتهت مع الجزء الثاني والاخير من قصتي مع روح اطولاي. نشوفكم بحلقه اخرى ان شاء الله مع بدايه قصه جديده، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه دعما لنا باش نزيد نستمر.